لما قطر ديار اعلنت ان هي داخله السوق المصري، كان في سؤال مهم قوي: ليه شركه سياديه عندها مشاريع في لندن وباريس وشنغهاي والدوحه تقرر تبني مشروع بالضخامه دي في شرق القاهره؟ الاجابه ظهرت بعد كده في سيتي جيت. المشروع موجود بين القاهره الجديده والعاصمه الاداريه. على فكره المشروع ده متخطط من البدايه على اساس ان شرق القاهره يتحول لمركز حضري جديد، وده اللي بدانا نشوفه فعلا. الوزارات اتنقلت للعاصمه الاداريه، والشركات والمؤسسات كلها بتتوسع ناحيه الشرق. سيتي جيت واحد من اكبر المشروعات اللي في القاهره الجديده، مشروع على مساحه 8.5 مليون متر مربع، يعني تقريبا اكتر من 2000 فدان. ده رقم ضخم جدا. معظم الكومباوندز في القاهره الجديده اصغر من كده بكتير. وحجم الارض مش اهم نقطه هنا. اللي يلفت انتباهك فعلا هو فكره المشروع: مدينه متكامله فيها مناطق سكنيه، فيها ملعب جولف كبير، فيها مدارس وفنادق ومجمعات طبيه ومناطق تجاريه وترفيهيه وبزنس بارك ضخمه جدا. 720 الف متر مربع مساحات تشغيليه حقيقيه للبزنس، و300 الف متر مربع للتجاره والانترتينمنت. المشروعات اللي بيبقى ليها كاركتر واضح كده بتعيش اطول في السوق. تعالوا نبص للصوره الكبيره. سيتي جيت بيعكس مرحله مهمه في السوق العقاري كله. هل في ال20 سنه الجايين هيبقى ده الستاندرد بتاع المشاريع، خصوصا بعد ما بقى في مشروع بالحجم ده موجود وممكن؟